بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الله صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا توقفنا في الحصة الماضية عند درس عثمان رضي الله عنه، ووقفنا وقفة مطولة في قضية عثمان والصحابة رضي الله عنهم، ولا بأس أن نذكر وأن نكرر، يقال ما تكرر تقرر. فهذا درس الاقتداء يتحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في قوة بذله وعطائه وحيائه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعد من يحمل المشعل بعده. مشعل ماذا؟ الرسالة. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. هذا العلم الذي نتدارسه الآن، علم القرآن، علم السنة، كل هذه الأمور أوحى الله بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وهي في القرآن والسنة، ثم تناقلها الصحابة. فكان لزاما أن الوسط الذي سيتلقى الرسالة ثم يكون هو الجسر الذي تمر منه هذه الرسالة وتنقل إلى الجيل الذي بعده، كان لزاما أن يكون هذا الوسط منتقا ومصطفى ومختارا. ما يمكنش الله عز وجل غيبعث نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأمره بتبليغ الرسالة، ثم الله يعد بأنه يتكفل بحفظ هذه الرسالة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر والإسلام، القرآن والسنة، إنهما لا ينفكان. ثم يخلي هذه الرسالة يتلقاها من ليس أهلا لتبليغها. فهمتوا واش كنقصد ولا لا؟ فهمتوا واش كنقصد ولا لا؟ ما فهمتيش. الرسالة المحمدية أوحى الله بها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها لمن؟ للوسط الذي يعيش فيه، الذين أسلموهم الصحابة. الصحابي من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن برسالة محمد ومات على الإسلام. هذا هو الصحابي. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آمن به ومات على الإسلام، هذا يسمى صحابيا. فهذه الصحابة جماعة من الرجال حول النبي صلى الله عليه وسلم. واش تعتقد أنت أنه الله غادي يخلي هذوك اللي ضايرين بالنبي صلى الله عليه وسلم يكونوا أي واحد؟ لما؟ هو مصطفى، ولكن شكون اللي غادي يبلغ بعده؟ المحيط. أول من تتلمذ على النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابته صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين. فما يمكنش هاد الصحابة ما يكونوش تم مختارين، هم مختارون. فالله عز وجل زكى النبي صلى الله عليه وسلم وزكى الصحابة الذين حوله، حتى هم اختارهم الله عز وجل لصحبته. واش تعرف شنو هي أنك تكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف دابا ما نمشوش بعيد، خذ شي واحد مثلا من العلماء أو شي واحد له وجاهة في الأرض. واش تيبان لك باللي هذاك اللي قريب منه وصاحبه تيبان لك عادي بحاله بحال كاع الناس، ولا تيبان لك عنده كتحس بأنه حظوة، كتقول عنده الزهر، يعني شوف معاه من مصاحب مع فلان الفركلاني. هذا غير إنسان من عوام الناس، فما بالك أن يكون هذا الذي أنت تصاحبه نبي عادي بالنسبة لك؟ هذا شرف عظيم جدا أنك تكون صاحب من اختير لتبليغ الوحي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا محيط النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو مختار، حتى هو اصطفاء.
راه غير إلا وقفك الله عز وجل تقوم الليل أو تصوم النهار أو تتصدق أو تفعل الخير، هذا اختيار من الله وانتقاء. الله اختارك من بين بزاف الناس. الوقت اللي واحد آخر كيشرب الشراب واحد آخر كيزني، انت شاد المصحف تتقرا، شتي هذيك اللحظة انت فيها منتقى، انت فيها مختار، لأنه الله حطك في واحد الموضع اللي هو موضع تشريف. فما بالك أنه يختارك الله عز وجل باش تكون أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون أول من يسمع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون أول من يحفظ القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يحفظ العلم والوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيبان لك هذه مسألة عادية ولا مسألة زايدة؟ لا شيء أعظم من هذا، أن تكون أنت المنتقى في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الله اختارهم وزكاهم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الله عز وجل، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأوعية، مثل الوعاء، ويملأه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوعاء يملأه بنور الوحي. الصحابة أوعية، وعاء يملأه النبي صلى الله عليه وسلم بياش؟ بنور الوحي. ثم هما دايرين الروبيني وكيوصلوا للناس، هذاك الروبيني محلول والناس كيستانيروا من هذاك النور اللي اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حقا أن يكونوا خير البشر بعد الأنبياء، وهذا الكلام عليه إجماع العلماء أنه خير البشر بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا بالقرآن، ثانيا بالسنة، ثالثا بالإجماع، رابعا بالعقل. أنا بديت لكم بالعقل هو الأول، لأن هذا الكلام منه تفهم بأنه عقلا ما يمكنش يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا بشر عاديين. راه بشر، زعما ماشي بشر عاديين بمعنى ماشي كيطيروا ما عندهمش جناح، راه بشر بحالنا بحالهم، ولكن كتكلم على القيمة ديالهم، كتكلم على الفضل والمنزلة والدرجة ديالهم، ماشي عادية. غير باش إنسان يكون من العلماء يحفظ القرآن ويبلغ كذا، راه تكون منزلته عند الله أعلى من الناس العاديين إذا كان عاملا بطبيعة الحال بما يعلم. فما بالك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زكاهم القرآن. وهذا الكلام ذكرت لكم منه شوية الحصة اللي فاتت، ولا بأس أن نعيده ونكرره حتى تحفظوا دينكم وتعرفوا دينكم وتعرفوا رسولكم وتعرفوا صحابة رسولكم وتعرفوا من بلغ لكم الإسلام ومن بلغ لكم الدين ونقل إليكم نور الوحي. لأن قلت لكم كل مرة يخرج واحد فهذا يطعن في القرآن وهذا يطعن في السنة، وهذا الأخير اللي خرج مؤخرا يطعن في من؟ طعن في كل شيء، أجمع كل شيء، أجمع القديم والجديد. وقال لك بعض العلماء قيمتهم أعلى من قيم الصحابة، قيمتهم وقيمهم أعلى من قيم الصحابة. جاب عالم لا داعي لذكر اسمه، عالم مغربي، قال لك هذا العالم القيم ديالو أحسن من قيم الصحابة. أنت دابا سمعتي الشبهة، خصك تعرف واش هذا الكلام عرضه على ميزان الشرع وانظر هل هذا الكلام صحيح أم خطأ. تعالوا بنا للقرآن. القرآن اش قال الله عز وجل؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، بإجماع المفسرين هنا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى، أي إن الذين كتبت لهم الجنة، الحسنى هي الجنة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. الله لا يحرمنا من دخول الجنة ولا إلى نظر إلى وجه الله الكريم. خلينا نكمل باش ما ننساش. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار مبعدون، أي لا يدخلون النار. يقدر شي واحد يجي يقول لك وهذه الآية لا تكون في الصحابة، وما أدراك أنها في الصحابة. طيب ارجع معي إلى قول الله عز وجل، قريناها في سورة الحشر وفي سورة الحديد. سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، تكلم الله عن الأنصار اللي كانوا ساكنين المدينة واستقبلوا المهاجرين واقتسموا معهم الديار والأموال. عقلتم؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الوقت اللي خرجوا ناضت قريش وخرجات النبي صلى الله عليه وسلم وخرجات المؤمنين من مكة، هذوك المؤمنين اللي خرجوا من مكة ومشاو للمدينة كيتسموا المهاجرين، مشاو للمدينة. منين مشاو من مكة مشاو خلاو كل شيء، خلاو الفلوس، خلاو الديور، خلاو التجارات، كان فيهم اللي لاباس عليه، ومشى 0 درهم، مشى جيبو خاوي. علاش؟ فرارا بدينه من بطش قريش. ثم ذهب إلى المدينة. شكون كان في المدينة؟ الذين أسلموا في المدينة يسمون الأنصار، وسموا أنصارا لأنهم نصروا الله ورسوله. اش داروا؟ استقبلوا دوك المهاجرين اللي جايين بلا فلوس بلا حوايج بلا ماكله بلا ديور. واش داروا معاهم؟ قسموا معاهم، قسم معاه الفلوس، قسم معاه الدار، قسم معاه ما خلاهم ما قسموا معاه. وديرها دابا، ديرها هذا العالم اللي قال لك، وديرها غيره، وديرها من هاد الناس اللي كاينين كلهم. دابا يجي شي واحد يدخلوا انت لدارك وقسم معاه فلوسك. فين كاين هادي؟ فين عمركم شفتوها انتم في الواقع؟ فعلها الصحابه. يقول لك قيم هذا العالم اعظم من قيم الصحابه. ان له تعلمنا صح. هذا الشيء اصلا ما كانش ممكن انسان كاع ربما تجي على باله لولا انه قرينا هذا الشيء في السيره وفي والذين تبوأوا الدار والايمان. وقال لك تبوأوا الدار والايمان، ساكنين هما في الايمان. الدار هي المدينه ولكن ساكنين هما في الايمان قبل. من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. ممكن ان شي واحد يبغي يتعامل مع شي حد. دابا انا كنتكلموا مع واحد في الواقع الان، خو ولد مو باه، ولد مو باه، وكابرين تحت سقف واحد، ومنين كبروا الاخر ما عاد جراو عليه من الدار ولا ما عندوش باش يخلص الكرا وما تيعقلش عليه. اش كتشوفوا الواقع نتوما ولا ما كتشوفوش؟ ربما الا شي واحد كان كريم يعيط ليه للدار الا كانت عنده دار واسعه ويعطيه بيت ولا كذا. ولكن الا كانت عندك دار صغيره، حنا كنتكلموا الان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، راه الاغلبيه بيوت. راه في دار ابي ايوب الانصاري، النبي صلى الله عليه وسلم ايوب الانصاري اللي كان عنده كاع 2 طبقات في الدار، كانوا بالخشب وكانت القطره تتنزل. يعني ما كانش عندهم شي امكانيات ولا فيلا قد شنا هي ولا الجرده ولا هذاك الشيء على قد الحال. يلا دابا شي واحد يستقبل شي واحد من عائلته، من عائلته ولد مو باه بدمه، ويقتسم معاه الدار كما فعل الصحابه. يعني الى بلغ في الجود منتهاه، غتلقاه معيط ليه غير باش احيد خويا وباش ما يدويوش الناس وكذا. والداخل ديالو يقدر يكرمو، ولكن في الداخل ديالو راه باغي وقتاش ينوض عليه بحاله. صح ولا لا؟ المصروف والمصروف غالي وما عرفت شنو. الصحابه اش قال لك الله؟ يحبون من هاجر اليهم. ماشي غير يستقبلوا، ما قالش كيستقبلوا مسكت، قال لك لا تكلم على شي حاجه اللي كيعلمها الله بوحدو اللي هي في القلب. يحبون من، يعني كونك جاي انت وجايب 0 درهم وانا حال لك باب داري ومتقاسم معك فلوسي وكل شيء وفرحان وباغي انا داك الشيء احبه. شنو هي الحب؟ هذا راه اعظم درجه ان تعطي بحب، ماشي كتعطي باش تسمى عطيتي ولا تحيد عليك التقليد. انا قلت لك الاغلبيه اش غيديروا؟ غيكرموا في الدار باش يحيد عليه التقليد، حكا موساني حنا حكا كذا. ولكن لا، هذا يحبون من هاجر اليهم. وزاد كمل ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا. كان المهاجرين ديك الساعه يلاه داخل المدينه ما فحالهمش. ملي كيكون شي غزوه وتيكون الفيء او تكون الغنيمه، يعني داك الشيء اللي كيربحوه من وراء الغزو او من وراء الحرب كياخذوه الفئه الرابحه. هذا قانون كان قديما، سواء كانت الفئه الرابحه مسلمه او غير مسلمه، اللي ربحات كتاخذ المتاع ديال داك الشيء لا ديالهم. ملي كانوا كياخذوه بعد الهجره، ملي كانوا المسلمين كياخذوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كيسبق المهاجرين. علاش؟ حيت خلاو كلشي في مكه، ما عندهم والو، خصهم يبداو من الصفر، يبنيو حياتهم من الصفر. والانصار قال لك الله عز وجل ما كيتضايقوش في نفسهم، ما تيقولوش ولاش حنا ما عطاناش، علاش عطاهم هما. واحد اخر اش يقول لك هو حنا متقاسمين معاهم، يقسموا معنا المصروف. صح ولا لا؟ قال لك الله ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا، يعني لا يجدون في انفسهم
حرجا وضيقا وغضاضة مما أوتي المهاجرون من الفيء والغنائم. عندهمش مشكل، بالعكس أعطيهم سيدي، أعطيهم، خصهم يبداو هادو من الصفر، أعطيهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، قال لك وزيد شوف الثالثة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما معنى ويؤثرون على أنفسهم؟ يعني إعطاء من خالص. لا، كيقدموا الآخرين على النفس. عرفتي شنو هو الإيثار؟ هو ملي تكون طالع في الطوبيس وكتطلع مرة وكتنوض تخليها تبرك، هذا هو الإيثار. يعني تقدم مصلحة الآخر على مصلحة النفس، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الإيثار أكثر من أن تحب للآخر ما تحب لنفسك. الإيثار هو أن تقدم الآخر على مصلحة النفس، أما أن تحب للآخر ما تحب لنفسك مقدم. بغيت لك داك الشيء اللي عندي، لكن الإيثار بغيت لك أكثر من داك الشيء اللي عندي، كنقدمك أنت وكنخلي مصلحتي أنا هي الأخرى. هذه قيم الصحابة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله سماهم مفلحين، الله سمى الصحابة مفلحين. سماها العلماء اللي كاينين دابا، سماها لشي واحد من أي واحد مشهور الآن الذين ينادون بأنهم أعلى، قيمهم أعلى من قيم الصحابة، لا، لكن الله سماها للصحابة، إذا هم أعلى قيمة من غيرهم. باش ما يجي واحد يلعب لك مخك. ومن يوق شح نفسه أي ومن يتجنب بخل نفسه فأولئك هم المفلحون. أولئك رأس الصحابة هم المفلحون، ومن سار على نهجهم فهو من المفلحين. ولكن قد يكون من المفلحين وقد لا يكون من المفلحين، قد يكون منافقا وغير منافق، ما تعرفش انت النية ديالو من وراء ذاك العمل شنو هو. لكن الصحابة زكاهم القرآن، قال لك هؤلاء مفلحون. ثم اللي جاءوا من بعد هاد الصحابة قال لك الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كيدعيو كاع اللي جاوا بعد الصحابة كيدعيو مع من؟ مع الصحابة. قال لك والذين جاءوا من بعدهم من هم؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. شكون إخواننا؟ الذين سبقونا بالإيمان. شكون سبقنا بالإيمان؟ الصحابة. الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. علاش دعوا مع الذين سبقوهم بالإيمان؟ لأنهم خداو من عندهم نور العلم، خداو من عندهم نور الوحي، خداو من عندهم، عرفوا بالأقدار ديالهم، عرفوا بالقيمة ديالهم. مفهوم؟ فدعاو لهم بالمغفرة ودعاو لهم بالرحمة. فهذا هو الواجب الآن، أننا أشنو؟ نستغفر للصحابة وندعيو معاهم، نقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كاع اللي سبقوك بالإيمان من والديك وانت غادي توصل الصحابة. ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا. يا رب اجعل قلوبنا صافية للمؤمنين، وأولهم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ فهذه عقيدتنا في الصحابة. ثم يقول الله عز وجل سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله يتكلم عن الصحابة، يتكلم معهم بسورة الحديد، خطب بها الصحابة. يقول لهم الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. قال لهم اللي ينفق قبل من فتح مكة ما يتساواش مع اللي ينفق من بعد فتح مكة. اللي ينفق من قبل فتح مكة أعظم. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من شكون؟ من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. علاش؟ لأن قبل فتح مكة كانوا الناس محتاجين أكثر، فاللي أنفق في وقت الشدة عنده الأجر أكثر من اللي ينفق في وقت الرخاء. متفقين؟ لكن اللي كيهمنا حنا هو قوله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، أي كل الصحابة قبل الفتح وبعد الفتح موعودون بالجنة. وكلا وعد الله الحسنى أي الحسنى فعلى صيغة تفضيل، أحسن ما كاين. شنو هو أحسن ما كاين؟ رضا الله والجنة. زيد للسنة عاوتاني
ذكرتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. اللي كيهمنا الآن وأصحابي أمانة لأمتي، كيبين لك منزلة الصحابة وقيمة الصحابة في الأمة. قال لك هما أمانة الأمة، هم سبب أمان الأمة. علاش سبب أمان الأمة؟ لأن هما اللي غادي ينقلوا لنا القرآن. أمن الأمة فين كاين؟ في دينها، وعزتها في دينها. دابا هذا النقاش الذي أثير ديال ما عرفتش انا من تتكلم اللي خرج مؤخرا وتيقول هذا الكلام. لا اذكر اسماء. قصة النقاش بدايته بدات على أنه المسلمون متأخرون وكيهتموا غير بالحيض والنفاس والفقه والصلاة والوضوء، ومخلين الغرب كي يبحثوا في أمور الدين، في أمور الدنيا والعلوم الكونية والعلوم الطبية وما إلى ذلك، وأن احنا سبب التأخر ديالنا وحنا مقابلين غد الدين. احنا متفقين أنه المسلمين خاصهم يسرجوا عودانهم وينزلوا الميادين ديال العلوم الكونية. احنا متفقين. العلماء الآن ولاو يلا قادر واحد مثلا يتخصص في مجال واحد. أعطيني شي واحد متخصص في جميع المجالات الآن، لا يوجد. ما كاينش إنسان متخصص في كل شيء. كتلقى هذا متخصص في الشريعة، هذا متخصص في الطب، نادرا في تلقاه هو متخصص في الطب وعنده اطلاع على الشريعة. نادرا جدا تلقاه يجمع بين مجالين 3 أو أكثر. لكن انت واش تدعي انك باغي تحيط بكل شيء؟ ما يمكنش نطلبوا من الامه انه يخرجوا منها ناس يحيطون بجميع العلوم. سبحان من احاط بكل شيء، الله وحده. سبحان من احاط بكل شيء. الناس قدراتهم محدوده. ممكن تكون عالم في الشريعه وعالم في الطب، ممكن، لكن نادرا فين يجمع بين الاثنين. لكن صعب أن تكون عالم في الشريعة وعالم في الطب وعالم في الفيزيك وعالم في التغذية وعالم في الذرة وعالم في الفلك، ولا ما يمكنش. سبحان من أحاط بكل شيء. متفقين أنه كاين تدهور في الأمة، كاين تراجع على مستوى العلم في الأمة، ولكن كنفرحوا ملي كنلقاو هذا عالم في الذرة، هذا عالم في الفلك، هذا عالم في الطب، هذا عالم في الفيزيك، وهذا عالم في الشريعة، كيكملوا بعضياتهم. ماشي ضروري واحد هذاك العالم ديال الشريعه خصو يقرا لي، يمشي يقرا لي الفيزيك ويقرا لي الطب بعدا باش يتسمى عالم. من قال هذا الكلام؟ هو عالم في بابه، عالم في الشريعه. الى احتاجنا فتوى مثلا في الطب، والنقاش بدا على دابا مؤخرا غيوليو يخرجوا حشرات اللي غيوليو يطحنوها مع الماكله ويديروا، سمعتوها كتولي شكل بودر وكيديروها ملونات ولا كيديروها بروتينات او كيديروها في التغذيه. فنشأ الخلاف حول المساله واش هاد الديدان والحشرات حلال ولا حرام. لاضو تيقول لك سيدي ليس عندنا علماء يفتون في هذا الباب. علاش؟ لان هذا العالم اللي بغى يفتي لنا واش حلال ولا حرام هاد الحشرات والديدان خصو يكون عنده علم بالحشرات والديدان. متفقين. لكن ماشي شرط يمشي يقرا ويتخصص في علم الكونيات وعلم الاحياء وعلم الشعر باش يجي يفتينا. يكفي يستعن بعالم في ذاك المجال، صح ولا لا؟ يعني في الطب كذلك، الا بغيت نحكم واش هذا الدواء حلال او حرام، بغيت نحكم واش زرع الاعضاء حلال او حرام، شي حاجه معينه، اي حاجه كانت في الطب، اشنو كيديروا؟ كنجيبوا عالم شرعي او علماء، تكون مجلس ديال العلماء وتيجلسوا الناس اللي هما متخصصين في ذاك المجال اللي عندنا فيه اشكال، ثم كيعطيونا المعلومات الكافيه، كتكون دراسه ميدانيه، ثم كتخرج الفتوى. كنعرضوا داك الشيء على الميزان ديال الشرع، كنعرضوا داك الشيء على ميزان الكتاب والسنه.
ما يحتاج زعما انه كل واحد فينا خاصو يكون دارس الشريعه ويدرس معاه حتى علوم الكونيه عاد باش يعطينا فتوى، لا يشترطوا ذلك. كيكملوا بعضياتهم. قلنا انه حنا الامه محتاجه للعلوم الكونيه، ولكن العلوم الكونيه فين غتنفعك؟ فاش غتنفعك العلوم الكونيه تحديدا؟ الطب، الفلك، فاش غتنفعك؟ في حياتك في الدنيا. لكن علم الشريعه فين غيفيدك؟ بجوج، في الدنيا والاخره. لان في الدنيا فين كتعمل، الدنيا فين كتزرع، واللي هي فين كتحصد، صح ولا لا؟ فبالتالي لا يمكن ابدا ان يفاضل الانسان يقول لك العلوم الكونيه اعظم قدرا واشرف من العلوم الشرعيه. هذا ينسف فكره الدين بصفه عامه مطلقا. بحال تيقول لك الدين غير مهم. وكيف تعبد انت الله؟ دابا شركة ماشي شرك، ولكن راه يحيط راه تيدور على هذه الحفره ديال الشركة. راه من الذنوب انك تسب الصحابه. طبعا هذه من كبائر الذنوب. اصلا الاستجداد جا قارن ما بين الشخص الساد باغي مع الصحابه، مع الصحابه ولا شيء لا يقارن. هو سمي اجداد في حياته كاع اجداد داكشي كتشوف هذوك 1000 انسان في الفقره. نعم. ولا داكشي شنو توجه اللي خص يدير المغرب من الخدمه ماشي. نعم. وانا ما سمعتش منه. هو هذه المساله هو اللي تكلموا عليها. هو يقول يعني هذا الناطق الان يقول ان هذا العالم افاد الامه اكثر مما افاد. لا، ما يمكنش، لا يمكن. طيب انت فتيني قلت لي كيفاش اشنو غادي ينفعني، شنو غيضرني في صحتي، ثم ماذا؟ كم سأعيش انا بهذه الفكره ديالك انت وبهذه العلوم ديالك؟ نعيش بها 80 سنه وغيعيش الاخر بها 80 سنه والاخر شحال، ثم ماذا؟ ثم فناء. وراك تما ديك الساعه شنو غادي ينفعك؟ غينفعك العلم الشرعي اللي كنتي كتعبد به الله عز وجل، لان الله لا يعبد بالجهل، الله يعبد بالعلم. وما بزاف باقيين تيقول لك انتم باقيين الفقهاء واحنين في الحيض والنفاس. هو طلع على الناس وسولهم في الشارع واش كيعرفوا فقه الحيض والنفاس ولا ما كيعرفوش. يلا حنا ما نمشوش بعيد، غير درس الطلاق اللي تدرسناه مؤخرا، ما منكم كان يعلم انه المراه لا ينبغي ان تطلق في حيض؟ ونتحداكم سيروا سولوا والديكم، الى يخرج واحد منكم مع احترامي للاباء طبعا، ولكن اقصد هذا شيء خفي، هذا شيء غير ظاهر، الناس ما عارفين هذا الشيء، الناس ما تيقراوش الدين، هي تيسمعوا، هي عارفين ابغضوا الحلال عند الله الطلاق، هادشي اللي عارفين في الطلاق. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ياك عبد الله بن عمر حين طلق زوجته وهي حائض، اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اش قال لعمر رضي الله عنه؟ مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ياك الى اخره. من الناس يعرف هذا؟ الناس كيتخاصموا كيطلقها، ما كيعرفش هو ايش حائض ولا غير حائض، ما عرفش هذا الفقه. هو وقف على الناس في الزنقه وسولهم، ما يمشوش بعيد. انتم كتشوفوا لي ميكرو تروطوار اللي كيديروا في القنوات كيسولوهم على اركان الايمان. بالله عليك واش باقي يجي واحد الان لا يعرف اركان الاسلام؟ والله الا الناس ما تعرفوهمش. شوف الفيديوهات، دخل كتب ميكرو تروطوار اركان الاسلام في يوتيوب وخرج لك، غتلقى من بين 10 الناس واحد اللي ربما اللي كيجاوب صحيح. وانا سمعت واحد سولو ما اركان الايمان، قال لي تقليم الاظافر. اركان الايمان قال له تقليم الاظافر، تقطع ظفارك من اركان الايمان. شوف الامه في الحضيض فين واصله، يقول لك لا الفقهيات. شوف الامه ما عارفاش الدين ديالها، ما عارفاش كيفاش تعبد الله. راه الامه غاديه للجهنم، راه الناس غادي للجهنم بجهلهم في الدين، حيت الا ما عقلتيش الدين وما عرفتيش شنو فيه غادي غتعفط في الغيس، غتوقع في الحرام وانت لا تعلم انه حرام وهو حرام، وغتحسب عليه وغتدخل النار. انت مطالب انك تبحث، مطالب انك تعرف. بالله عليك ملي كنشد التليفون نهار كله وانا كتسرى في انستغرام من ستوري من تفاهه لتفاهه، وحاضي هذا اش كيقول لهادي ودي اش كتقول لهادي، وعلاش ما ندخل نقرا الدين ديالي؟ علاش ما ندخل نقلب؟ راه يحاسب الانسان من هذه الناحيه، لا من حيث انه لا يعلم، من حيث انه لم يتعلم
من حيث انه كان مقابل التفاهات عوض يمشي يقرا، من حيث انه بلاصه ما ندير اذاعه محمد السادس والقناه السادسه ونستمع لواحد البرنامج ديني ونستافد من الفتاوى اللي كيستمعوا ونستافد، كنمشي انا كنقلب على التفاهات نتبعها. من هنا سيحاسب الانسان. فبالتالي نكونوا متفقين الامه ضائعه بجهلها في الدين اكثر من جهلها بالعلوم الكونيه. احنا ما عندناش مشكل، غير المسلم قلت لك ما كرهناش المسلمين يجتهدوا ويا سيدي يسرجوا العودان ويركبوا ويمشوا في الميدان، يكونوا هما العلماء في كل شيء. ولكن في هذا الوقت لا يوجد انسان يجمع جميع العلوم، حتى عندهم هما الغرب. راه هو تتلقى راه عالم مثلا في الذره كذا وهو ملحد، ما عندوش وازع ديني، ما عندوش علم بالنصرانيه ولا باليهوديه. كذلك هم، ماشي غير حنا. طبيعه الانسان تغيرت، الانسان ما بقاش عنده ذاك الاستيعاب، ذاك العقل اللي غيستوعب ليه علوم شتى. فاذا تخصص لنا في علم مرحبا، يتخصص في هذا العلم وهذا يتخصص في هذا العلم وهذا يتخصص في هذا العلم، وإلا احتاجينا استشاره من عندهم راه ما كاينش مشكل، غنجلسوهم وغناخذوا من عند هذا ومن عند هذا ومن عند هذا، وحنا غادي نعطيو الراي ديالنا في باب الشرع، يعني سنعرض كلامهم على ميزان الشرع. واضح الكلام؟ ف منشأ الكلام هنا هو في قضية تفضيل العلوم الكونية على العلوم الشرعية. ما يمكنش تفضل العلوم الكونية على العلوم الشرعية، هذه علوم كونية حدها الدنيا، هذه علوم شرعية هي السبيل الموصل إلى الله عز وجل. كيفاش بغيتي تقدم لي أنا علوم كونية على علوم شرعية؟ هو باش كيجاوبوا الناس على هذا أهل العلم، باش كيجاوبوا تيقول لك وهل الصحابة كانوا علماء في الكون؟ لا، وهما خيرة الناس. هو باش ما تستدلش ليه بهذا الكلام سبقها هي الاولى، قال لك قيمه العلماء افضل من قيمه الصحابه. فهمتي؟ باش يسد هذا الباب. حيت اي واحد قال لك العلوم الكونيه هي الموصله الى الله وما يمكنش تعرف الله الا ما درستي العلوم الكونيه وكذا، نقول له الصحابه درسوا شي علوم كونيه؟ كانوا كيفهموا في الفلك، كانوا كيفهموا في الذره، كانوا كيفهموا في الطب، وكان أميا صلى الله عليه وسلم. فهو باش ما نستدلوش بهذه هو سد التقبه كاع، قال لك لا، قال لك الصحابه قيم هذا العالم احسن من قيم الصحابه، لانه قدم اشياء ما قدموش الصحابه، والصحابه قدموا اشياء اللي ما قدمهاش هو نقل لنا الوحي الذي نتعبد به لله عز وجل، ومن خلاله نعرف الله تعالى، ومن خلاله نعرف ما لنا وما علينا. فأن لهذا العالم أن تكون له قيم أعلى من قيم الصحابة. لو كان العالم عايش هو يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، اش بدك تدخل سميتي؟ اش بيني وبينك؟ أنا سيدي كنوقر الصحابة، وأنا سيدي كنآمن باللي الصحابة خير البشر بعد الأنبياء. لو كان عايش برزته في القبر ديالو. قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتي أمانة لأمتي، هما الأمان لأنهم هما اللي في يدهم ديك الساعة الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الوحي في يدهم الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كان الله عارف شكون غادي يشد الدين، شكون غادي يوصل الدين، وإلا ما يمكنش يكون الدين محفوظ. لو طاح الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الدين القرآن والسنة بين أيدي غير أمينة، كان غيكون حفظ الدين. فإذا بما حفظ الدين، بما حفظ الذكر الحكيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ بالصحابة. هما اللي نقلوا القرآن، هما اللي نقلوا السنة، هما اللي نقلوا العلم، هما اللي نقلوا لنا كيف كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ديروا ما ديروش. وصحابتي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ها هو ما توعد، هو هذا ما توعد، أن يتكلم من لا يعرف، أن يعرف بما لا يعرف. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وفي الحديث الظاهر الواضح البين لا تسبوا أصحابي، هذا نيشان، لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هو نهي صريح لا تسبوا أصحابي، وهذا ماشي سب، لأن ما هو السب؟ تعيير وتنقيص، تحقير والعوج، سب. فهذا شنو دار؟ هذا دار ميزان وقال قيمة العالم فلان أقوى أعلى من قيمة الصحابة، أنت سببت الصحابة، لأن الله زكاهم ورفعهم فوق جميع البشر بعد الأنبياء مباشرة. وانت جيتي قلتي لا أنا كنعرف أحسن من الله. الله قال لكم الصحابة مزكون، لا أنا بالنسبة لي فلان مزكى أكثر من الصحابة. هذا هو تقول لك الله ما عارف هادشي اللي تيقول. هي هادي. قال لك لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده. من الذي نفس محمد بيده؟ الله. يعني والله، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، وقلت لكم أحد جبل شحال يكون فيه من طن؟ حسب الذهب شحال؟ 400 درهم للجرام، ضربها في كيلو ديال الذهب ب 40 مليون. كيلو ديال الذهب 40 مليون، 400 درهم ضربها في 1000 شحال عطات؟ 400,000. صح ولا لا؟ ياك 400 ضربها في 1000 400,000. 400,000 درهم هي 40 مليون. 40 مليون كيلو ديال الذهب. شحال من طن؟ شحال فيه من كيلو؟ 1000. ايوا ضرب 40 مليون في 1000. هذا طن واحد. شحال من طن في الجبل؟ زيد ضرب عاوتاني. شحال جمعتي ديال الفلوس؟ ما لا يحصى عددا. واش ديتي هاد الفلوس وانفقتيهم في سبيل الله. تخيل معايا، انفقتي هاد الفلوس اللي هي يعني اعداد فوق الملايير وفوق البلايير، قلت لك لا تحصى عددا، ثم انفقتها في سبيل الله. لا احسب انه بقي انسان على وجه الارض يمد الايدي الى الناس. ما يبقاش شي واحد فقير على وجه الارض، ما يبقى لا الجن ولا الانس فقير، حتى الحيوانات يوليو لاباس عليهم الا انفقتي هذا الذهب كله في سبيل الله. ومع ذلك يعني لو انفقتي هذا الشيء كامل كي غتولي درجتك عند الله؟ فين غتولي درجتك عند الله؟ شيء لا تحيط بكله العقول. قال لك لو انفقتي هذا الشيء كل شيء ما بلغ مد، ما توصلش قد هكا في الصحابه، ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ولا قد هكا. فين انت وفين قيمه الصحابه؟ ليش تتكلم؟ فينك وفين قيمه الصحابه؟ وعليكم جبتم حدايا. كل شيء بخير. بغيت نكمل لك خير. دابا دابا عليك دابا مع الصحة. دابا بغيت نقول لك على الحلم. ثم عندنا الآن هو حديث سنتدارسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع في بيته، فدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه. استأذن النبي أبو بكر، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن فخذه. ثم استأذن عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن فخذه، دخل عليه يعني. ثم استأذن عثمان فالنبي صلى الله عليه وسلم غطى فخذه. عائشة رضي الله عنها تلاحظ بعد انصرافهم قالت يا رسول الله استأذن أبو بكر ودخل وأنت كاشف عن فخذه، واستأذن عمر فدخل وأنت كاشف عن فخذه، فلما أن دخل عثمان غطيت فخذك شي حاجة ما. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا رجل ثبت بالسنة أن الملائكة تستحي منه. هل ثبتت في حق عالم ولا؟ عن أي قيم نتحدث نحن؟ أنا أسوق لكم هذا الكلام، قلت لكم حتى تعرفوا دينكم. الفتن في الدنيا مازال غتسمعوا شي حاجة باقي ما قالها حتى شي حد. يعني ما لم تقله قريش في النبي صلى الله عليه وسلم ما غزال غتسمعوه. قالت سحار وكهان وما عرفت شنو،
ومجنون وماذا اللي غتسمعوا على الدين ديالكم، اشياء كثيره جدا. اثبتوا على الحق. راه الفتن ربي تيفتن، تيختبر شكون اللي ايمانه قوي وشكون اللي مزعزع بحال الفلون كيمشي ويجي. فربي فتن هذا الرجل، فتناه، اختبره، اغتر بعلمه. هذا الرجل اغتر بعلمه، يعني كيشوف راسو هو حافظ القرآن، وديما كل فيديو يهضر فيه يقول لك أنا حامل لكتاب الله، أنا معي إجازة، أنا معي كذا، أنا معي كذا، أنا معي كذا، أنا معي جوج دكتورات. فمن هنا دخل إليه الغرور. أنا حقا عالم في التغذية وعالم في كذا، وأنا حامل للقرآن، إذن أنا هو العالم بحق. جيبوا لي أنا شي واحد من دوك الفقهاء ديالكم تا هو عالم في التغذية، مادام ماشي عالم في التغذية وعالم غير في الفقهيات، إذن هو بالنسبة لي أنا ماشي عالم، أنا فايتو. أنا دخل الغرور، دخل التكبر. أنا كنحس راسي أنا ولا ما يقد عليا حتى حد. هذا الكلام ما كيقولو هو، والله إلا كيقولها. أنا ما يقد عليا حتى حد، بلاتي يا ولد، أنا ما يقد عليا حتى حد. وراه هذا الشيء، راه هذه الحالة هذه ذكرت في القرآن، كيف ذكرت؟ قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال لك الله عز وجل اللي كيتكبر في الأرض بغير وجه حق غنحيد ليه الإيمان. سأصرفه عن آياتي. الإيمان لباس الإيمان. ربي اللي كيلبسك الإيمان إلا كان قلبك زوين. إلا بديتي كتزيغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إلا بديتي كتزيغ ربي كيحيد عليك لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. كيحيد عليك الله لباس التقوى، تيعريك فترجع الأصل ديالك. فهو الإنسان لما تيتكبر تيحس براسو فين الناس، ربي تيحيد عليه التوبة ديال التقوى. تيقول لك سأصرف عن آياتي، بمعنى ما كيبقاش يعني البوصلة كتوضر، كيتصوت عليه الدينامو، ما تيبقاش عارف هو فين، البوصلة كتوضر، ما عارف هذا هو الحق ولا هذا هو الباطل. يبغي يفسر القرآن على هواه ويجيب شي حاجة كاع ما كاينة، ويقول مثل هذا الذي نقلته لكم، ونقلته على سبيل يعني لقاح الاحتماء. الفاكسان فيه شوية السم، ولكن باش ما يشدش فيك السم ديال بصح. فنعطيتكم شوية من شنو كيتقال وجاوبنا عليه باش تعرفوا الدين ديالكم شنو فيه. ماشي اي واحد جاي يبعثر لكم الافكار ديالكم ويلعب لكم بالدين ديالكم. انتبهوا، فهذه الفتن غرارة وجرارة. غادي تسمعوا ناس كيتكلموا في الدين ويهرفون بما لا يعرفون، ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في القرآن، ويطعنون في السنة، ويطعنون في الصحابة. حسبكم ما قاله أهل العلم، والعلماء راه معروفين. والحمد لله رب العالمين. شنو تقول؟ هو في حالة ضعيف لا ضروري طلب العلم. الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. هو من بين الشبهات اللي قال أنه توماس أديسون أنه غيدخل الجنة حيت قدم الناس الخير ووراهم واكتشف لهم، ولكن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم. هي الأولى توماس أديسون مؤمن، آمنوا هي الأولى، عاد أوتوا العلم درجات. راه الإيمان قبل العلم. حنا علاش كنتكلموا أنه العلم الشرعي هو اللي كيعزز الإيمان، هو الأول. عاد تجيب لي العلوم الكونية. ثم دابا الناس هذا أنا عارف هذا السؤال كيتطرح لكم بزاف فراسكم، كيتطرح ديال لا يدخلوا الجنة إلا المؤمنون إلا المسلمون. طيب وهذاك اللي اختار عندنا الكليماتيزور وكنتبردوا به في الصيف ودايرينه في الجامع، وذاك اللي اختار عندنا ميكرو وكنقراو به القرآن في الجامع، شنو هذاك ما غياخذش الأجر؟ كياخذوا في الدنيا، كياخذوا الآخرة للمتقين، الآخرة للمتقين. أما في الدنيا كياخذ الإنسان الأجر. راه إلا درتي صاد، راه إلا طعمتي غير قطة في الزنقة
ربك يصرف عليك بها الأذى. يعني أي حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا درتي شي صنيع ديال المعروف ربي يرد عليك به شي حاجة خيبة جاية، شي بلاء نازل كيردو الله بالعمل الخيري اللي درتي. حنا المؤمنين ربي كيبتلينا، علاش؟ لأن الأجر لهيه، ومرة ربي كيذوقك من الأجر هنايا، كيصرف عليك شي بلاء بشي حاجة زوينة درتيها. أما هذاك اللي غير مسلم ما عندوش لهيه، عنده غير هنا، فربي كيصرف عليك أكثر ما كيصرف عليك أنت في الدنيا البلاء. لهذا كتلقى أن الأمة المسلمة مضطهدة ومظلومة ومنكوبة أكثر من الأمة غير المسلمة. كتلاحظوا هذا الشيء. وبزاف تيقول لك واحد دابا نتوما مسلمين كتعرفوا الله، ولاش نتوما فلسطين ها سوريا ها الزلزال ها الضرب ها ما عرفت شنو عاوتاني عندكم ها الفقر ها ما عرفت شنو كاين، والاخرين كفار وعايشين بخير. الجواب شنو؟ وهذا الذي قلت لكم، أن غير المسلم لما يحسن في الدنيا إلى إنسان أو إلى حيوان ينال أجره كاملا في الدنيا، كيصرف عليه الله السوء يعيش بخير. المؤمن كيعطي الله شويه هنا وشويه ليه، لأن الله بغى ليه أكثر ما بغى ليه هنا راك أنت دايز. ما هي إلا لحظات. قلت لك سول جدك كي دازت الحياة الدنيا غيقول لك كلمحي البصر. شفتي ما تقول؟ ها شتي؟ أنا قلت لك الغرور. عرفته؟ سبحان الله. ايوا الله يبصرنا بعيوبنا، يعني لا يجعل الانسان صراحه الانسان اللي كيتكبر ويغتر. الغرور مقبره الانسان، الغرور مقبره الايمان. شي واحد يقرا عفاك. تفضل. وتكملة للمحاضرة، أتصدقون أن هذا الكلام الذي رددنا عليه وجاء السياق به خرج من فيه رجل يتهم الشيخ الألباني رحمه الله بالتشيع؟ وهل التشيع إلا طعن في الصحابة؟ فمن ذا الذي يطعن في الصحابة؟ من طعن فيهم ومن سبهم ومن احتقرهم وانتقص منهم؟ وما رددنا على هذا الكلام إلا بما تعلمناه من الشيخ الألباني رحمه الله وتلاميذ الشيخ الألباني مثل الشيخ زي العابدين برافريش حفظه الله. فألا صدق من قال رمتني بدائها وانسلت. وأختم هذه المحاضرة بكلام يحيى بن معاذ الرازي حيث يقول: أفواه الرجال حوانيتها وألسنتها صنائعها، فإذا تكلم الرجل علم العطار من البيطار والتمار من الزمار.